أنا بالبداية كنت أصير مطربة. لقيت إنه أهلي ما يقبلون ومعارضين على هذا الشيء. تعرفين إنه الفيديو كليب لازم يعني فلوس هواي يحتاج له وصرف وإنتاج. طيب وافقوا أهلك بالتمثيل؟ لا بالبداية لا، هم ما يعرفون إنه أنا رحت وقعت عقد وجبت استلمت النص، وقبل أيام التصوير بأيام محدودة 3 أو 4 أيام هيجي كانت والدتي أنا وقعت عقد مسلسل، حاشتغل مسلسل بطولة. طبعا ما أسولف لكم ايش صار بالبيت، الدنيا احترقت. بس وراها اوكي اشتغلي هذا العمل وقعدي. تحدثت عن موضوع بالبداية، قلت أنا كنت ما ناوي أدخل للتمثيل وكان فن. يعني عندي الصوت يعني تمتلكين؟ والله حسب اللي سمعوا صوتي قالوا ايه ممكن تصير يطلع منك شيء. جملتهم المشهورة يطلع منك شيء. شكرا على كل شيء قلت كذب عني، وانا اللي غير الخير ما جاء شيء مني، واللي علي قلته لا ما توقعته. نعم. طيب مثلتي عديد من المسلسلات، وين تشوفين نفسك أكثر؟ بالفتاة الطيبة لو الفتاة المتعصبة؟ مو المتعصبة، يعني أنا شخصيتي بالحياة العادية مشاغبة حيل. طيب بما أنه أنت تعرفين بهذه التفاصيل راح أسألك أنه برأيك الجمال نعمة لو نقمة للبنت؟ هو نعمة بس مرات يصير نقمة. مرات لا مرات. بالنسبة لدراما الأعمال أو خشبة المسرح، اليوم نشوف هجمة شرسة تجاه الفنانات الصاعدات خلينا نقول أو الشابات، بأنهن مجرد أداة أو تلوين على خشبة المسرح، ما عندهن الأدوات، صح. ما عندهن حتى مقومات التمثيل اللي تخليهن بأن تصعد على هاي الخشبة. ردة فعلك حول هذا الموضوع شنو؟ أوكي. فناناتنا الكبار أو فنانين بصورة عامة دائما ينتقدون البنات اللي هسه حاليا دي صعدن على مسرح ودا يشتغلن من اللبس القصير، من الحوارات، من الادوار الجريئه اللي تكون ادوار اغراء. احنا هنا ما نقدر نلوم البنيه اللي صاعده على المسرح. انا من الناس مثلت ادوار اغراء، مثلت البس قصير، مثلت هوايه شغلات. طيب نعم. زين. بس هذا مو ذنبي ولا ذنب البنات الموجودات الباقيات. المخرج يريد بنيه، نحكيها هيك بنيه، المخرج يريد بنيه يجيب له جمهور. شو يجيب له بنيه محجبه؟ يعني تشوفين جمهور بهاي الطريقه؟ مو أنا أشوفها إنه إحنا مو ذنبنا. أنا هسه إذا أجاني الدور غير هذا يعني ما راح أشتغل أقول له لا لازم تنطيني دور أنا أطلع بنية. أنا بس تكون الممثل هي بيت القرار، تقدر تقبل وما تقبل ولا ما تقبل. يعني هو أكثر شيء حاليا صارت البنية الحلوة الموجودة بالوسط لازم تكون هذا دورها، ما إلها غير دور نهائيا. ما تقدر تتحكم. يعني يعني هذا ما تعتبري انتقاص شوية من مكانة المرأة العراقية بصورة عامة أو الممثلة العراقية؟ لا مو انتقاص، هم يعني يتعكزون على هذا الشيء. خلينا نطلع عن نفس كلمة يتعكزون هي بيها شوي مشكلة. لا يتعكزون يعني يستندون على هذا الشيء.